السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو بقى جديد مختلف عن كل الفيديوهات بتاعتي. طبعا انتوا عارفين ان انا فيديوهاتي كلها طبخ. فالنهاردة هيبقى فيديو مختلف. عايزة اتكلم بس كلمتين. اقول لكم انا كنت ايه، وبعد وفاة بابا كنت بقيت ايه. بجد انا عايزة اتكلم معاكم في حاجة مهمة جدا. اول حاجة، انا كنت الاول الدنيا لهياني. مش عارفة أعمل إيه، كنت أعصابي تعبانة وكنت في حاجات مزعلاني كتير كتير. بس طبعا الوضع اليومين دول اتغير تماما بعد وفاة والدي الله يرحمه. بجد حياتي اتغيرت 180 درجة. من واحدة بتحب تخرج، بتحب تلبس، بتحب تحط ميك اب زي ما هي عايزة. كل ده كان شاغلني، وفي نفس الوقت كانت برضو يعني ما كنتش مبسوطة. عايزة اقول لكم ان الحياة عمرها ما تبقى بالطريقة ديت خالص يعني. نفسيتي على طول مش مظبوطة خالص. فالحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى. كله اتغير، بس اتغير بعد وفاة بابا الله يرحمه. كان نفسي يكون موجود. كان نفسي يشوفني وانا كده. انا والدي مات بقاله 4 شهور ودخل في ال5 شهور. آه طبعا انا اتصدمت جامد ان والدي توفى. هو توفى يوم 18/12/2022، ودخل المستشفى يوم 16/12/2022. طبعا كانت سنة غريبة عليا من أولها خالص. وخصوصا شهر 12 كانت سنة صعبة عليا أوي أوي أوي. كنت بجد مش عارفة أعمل إيه. واتفاجئت وختمت معايا بموت والدي. طبعا والدي ده كان أحلى حاجة في الدنيا، في حياتي أحلى حاجة. كان أعز حد في حياتي. بجد كان بيدعمني في كل حاجة بعملها. كان بيساعدني في تصوير، كان بيساعدني في كل حاجة. كان حاسس بيا. طبعا انتوا عارفين ان انا من ذوي احتياجات خاصة. وكان هو بيوليني في كل حاجة. بيساعدني لما بكون مثلا تعبانة بيبقى واقف معايا. لما بكون رايحة مشوار بيبقى معايا على طول. بجد أنا خسرته. آه بس أنا عارفة إن هو في الجنة دلوقتي، لأن بابا كان راجل كويس جدا ومتدين، وعلى طول يعني بيصلي في المسجد. هو طبعا حج وعمل عمرة، يعني ما كانش بيسيب فرض خالص، وكان طيب جدا جدا. انا اتغيرت تماما بعده. كان هو تملي يقول لي انا عايزك تتغيري، عايزك تقربي من ربنا اكتر، عايزك تبقي حاجة كويسة عشان اخرتنا هي اللي هتنفع. وطلع كل كلامه صح طبعا. انا كنت بستهون بكل الكلام، بس يعني الدنيا كانت لهياني، ما كنتش واخدة بالي خالص يعني. فموته جابلي زي صدمة. ما كنتش مصدقة ان هو يعني يروح، مع ان الموت علينا حق، وعارفة ان الموت ده حقيقي. انا اتصدمت لان انا عمري ما رحت تراب، ولا عمري رحت شفت ميت، ولا عمري شفت اي حاجة زي كده الا في التلفزيون. وعارفة ان التلفزيون مجرد تمثيل كده وكده، لكن حاجة حقيقية قدامي. انا كنت مصدومة. غيرت طبعا كل حاجة لما لقيت المنظر ده. قلت معقولة كلنا هنبقى في نفس الموقف؟ طب انا ليه ما اتغيرش؟ انا ليه ما بقاش واحدة تانية؟ بجد رحت من نفسي كده، قعدت مع نفسي قلت لا، انا لازم اقرب من ربنا، لان الواحد برضو مش ضامن عمره. آه رحت مسحة كل الصور بتاعتي اللي على الصفحة بتاعتي. قلت عشان لو
يعني لو الواحد مش ضامن عمره ولا حاجة ما يكونش حاجة تخليه يتعذب في قبره. فرحت شلت كل الصور بتاعتي كلها من على صفحتي على الفيسبوك وكده. قررت كده من نفسي لما شفت الموقف دوت. بجد زعلت جدا واتأثرت وتعبت جامد. ازاي يعني كلنا هنتحط في الموقف دوت؟ بابا طبعا راجل صالح وراجل متدين، وعمره ما ساب فرد ابدا ابدا ابدا، وكل صلاته كانت في المسجد، وكان طيب وفي حاله. كان راجل يعني محترم جدا جدا. الله يرحمه يا بابا، الله يرحم بابا، وإن شاء الله في الجنة ونعيمها بإذن الله. وأنا طول الوقت بدعي له إن ربنا يرحمه ويغفر له ويسامحه، لأن هو كان غالي عليا أوي أوي أوي. فأنا قررت بقى من نفسي إن أنا أتغير، لأن هو كان نفسه إن أنا أتغير. فأنا اتغيرت كده مرة واحدة، غيرت طريقة لبسي، منعت الميك اب، منعت كل حاجة. ما بسمعش أغاني، مش عايزة أي حاجة تخلي ربنا يغضب عليا أو يزعل مني. فليه أعمل كده في نفسي؟ يعني ليه؟ وكلام ربنا وسنته ورسوله. فكل ده أنا اتأثرت بيه، وقعدت أسمع شيوخة كتير وأحاديث وبقيت ملتزمة كويس قوي. والحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى اتغيرت بعد والدي. يعني هقول لكم 180 درجة. اتغيرت تماما تماما، حتى ما بظهرش، ما يعني ما بنزلش صوري على اي اي حاجة. ما برضاش انزل الصور بتاعتي خلاص. قررت ان انا ابقى حاجة تانية. بابا كان تملي يقول لي يا بنتي قربي من ربنا. انا كنت طبعا بصلي طبعا، بس يعني بصلي وبس يعني. فانا فهمت وعرفت ان الصلاة لوحديها مش كفاية، لازم الاذكار، لازم قراية القرآن، لازم التسابيح. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. بقيت أقول الأذكار صباحا ومساء. بقيت ملتزمة الحمد لله رب العالمين. بقيت أصلي الفجر حاضر. بقيت أعمل حاجات الحمد لله كويسة جدا. بس أنا عايزة منكم حاجة. أنا عايزاكم بس لما تشوفوا الفيديو دوت تدعوا لبابا. آه، وأي دول من أي دول تتفرج على الفيديو تدعي لبابا. وياريت لو أي حد في السعودية يدعي لبابا في الكعبة. بجد يعني أنا شكرا لكل واحد هيدعي لبابا. وأنا والله بحبكم جدا. وياريت كل بنت تتغير، لأن الواحد برضه مش ضامن عمره. يعني أنا مش ضامنة عمري. يعني أنا عمري 37 سنة، فأنا مش ضامنة عمري بصراحة. فلازم إن أنا أقرب من ربنا، لأن أنا طالبة الجنة. أنا مش عايزة حاجة من الدنيا، لأن الدنيا دي مجرد يعني وقت وهيعدي، وكل واحد هيروح لربنا. فلازم عشان نروح لربنا لازم نتقي الله، لازم نبقى حاجة كويسة. ما ينفعش ان احنا نعمل اي حاجة غلط. حتى لو اخطأنا لازم نتوب ولازم نستغفر كتير. انا الحمد لله بفضل ربنا بدأت استغفر كتير جدا. بقيت اقول الاذكار، بقيت اسبح. يعني بقيت اعمل حاجات كتير من بعد بابا، لاني شفت الموقف ده. الموقف ان انا اشوف ابويا بيدفنوه وحاجات غريبة كده. فانا بصراحة خفت جدا، وقلت لازم اراعي ربنا وادعي لابويا لغاية لما اروح له، لان انا ان شاء الله ان شاء الله هروح له طبعا. وهو ده اللي مطمني. و... وانا يعني انا الحمد لله كنفسيا مبسوطة الحمد لله. وعايزة اقول لكم ان الاستغفار حلو جدا جدا جدا، بيريح جدا، وفي ارزاق كتير جدا جدا بعد الاستغفار والصلاة على النبي والاذكار وكل ده. كل ده حلو قوي قوي قوي.
فياريت كل بنت تعمل زي ما انا عملت كده، وتقرب من ربنا وتستغفر ربنا كتير، وما تعملش حاجة تغضب ربنا، عشان احنا مش ضامنين عمرنا خالص. فربنا يحسن ختماتنا يا رب، وان شاء الله يتقبل مننا كل حاجة. و... وبابا الله يرحمه ان شاء الله في الجنة ونعيمها يا رب. وانا يعني انا واثقة اني انا هروح له بإذن الله. و... وياريت كل بنت تسمع الكلام ده وتعمل بيه. والبنات اللي بتقولك انا هتحجب بس اما احس ان انا خلاص عايزة اتحجب، لا، ما تستنيش، ما عادش في وقت خالص يعني. فانتي لازم تقرري بنفسك وتقربي من ربنا وترجعي لربنا. ربنا غفور رحيم، وان شاء الله يعني هيغفرلك ويسامحك. طبعا ربنا غفور رحيم واكيد هيسامحك ويغفرلك، ويغفر لكل بنت يا رب ان شاء الله. انا بجد انا عايزة الفيديو دوت تشيروه وتبعتوه لكل اصحابكم. انا بجد حياتي اتغيرت تماما. عايزة اقول لكم ان كلام ربنا سبحانه وتعالى بيريح الصدور. انا كنت الاول نفسيتي مش حلوة خالص، بس بجد بجد والله اللي يقرب من ربنا هيحس بفرق كبير جدا جدا جدا. انا واحدة جربت ده وجربت ده، لقيت فعلا النفسية هديت خالص خالص بعد ما قربت من ربنا، لان كلام ربنا مفيش احسن منه. انا عارفة ان انا طولت عليكم كده ومش عايزة اطول عليكم اكتر من كده. ياريت الفيديو بقى تشيروه، تعملوا شير لاصحابكم، وتشتركوا عندي في قناتي وتفعلوا طبعا الجرس عشان يوصل لكم مني طبعا كل جديد. واقول لكم السلام ورحمة